بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم حبايبي في قناتكم سفرة دايمة مع الحبايب. ايه رأيكم نعمل مع بعض الكول سلو بتاعت الفرايد تشيكن زي المحلات بالظبط؟ بس قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب وما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب ودعمك ليا عشان تبقى جزء من عيلتي بإذن الله. اول حاجة هنا انا جبت الكابوتشي بتاعي وهقطعه قطع صغيرة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير اي تكلفة. طبعا احنا عاملين الايام دي مقاطعة، وانا طبعا عامله لكم وصفة الفرايد تشيكن في القناة، يا ريت ترجعوا لها لو عايزين تعملوا كنتاكي بطريقة سهلة وبسيطة. انا هنا قطعت الكابوتشي بتاعي تمام قطع صغيرة. تاني حاجة هنعملها مع بعض، الكابوتشي عامة او الكول سلو هو جزر وكابوتشي بس، ما فيش اي مكونات تانية، بس اهم حاجة والرك على بس التتبيل. هنا انا نزلت بكوباية من الزبادي، والزبادي طبعا بيدي للكول سلو طعم جميل جدا. وهنزل مع حبة من اللبن، لو عندك لبن رايب ممكن برضو تستخدميه. وهننزل بحبة محترمة جدا من المايونيز. كول سلو يعني مايونيز وتكات كده انا بعملها للكول سلو، زي بتطلع زي بالظبط زي بتاعت المحلات. هننزل بقى بحبة حلوين من المايونيز ومعلقة خل. وطبعا عشان نعادل بقى الحموضة مع تبقى مسكرة زي بتاعة المحلات هنحط معلقتين من السكر. وطبعا هننزل عليها مثلا بحبة من الملح. واخر حاجة هننزلها هي الفلفل الاسمر، رشة بسيطة. لو مش عايزة تحطي فلفل اسمر بلاش، انا بس بحب نكهة الفلفل في الكول سلو. دي التوابل ودي التتبيله بتاعتها بتاعت المحلات او زي ما بيعملوها بالظبط. هنسيبها بقى فتره طويله في التتبيله، كل ما بتسيبيها فتره طويله في التتبيله بتبقى جميله جدا وبتدي طعم جميل. جربيها كده على طريقتي وهتعجبك باذن الله. ودي كانت الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. كده عملنا الفرايد تشيكن وعملنا الكول سلو في البيت بطريقه نظيفه، وبقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميلة جدا. والتتبيلة انا قعدت التتبيلة في 3 ساعات، ادتني طعم روعة. يا رب تكون الوصفة عجبتك لغاية دلوقتي. ما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب ودعمك ليا عشان تبقى جزء من عيلتي والقناة تكبر بيكم. مع السلامة.